السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. في هذا الخبر: أمن مدينة تطوان يفق لغز جريمة مثيرة وقعت منذ 11 سنة. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان يوم أمس الأربعاء 31 ماي 2023 من توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012. وأوضح مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012 بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل، وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل. وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد الكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من أجل توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.